السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم شوية في إمام عاشور، وإن الزملكاوية كلهم برضك لسه مصممين إن إمام عاشور ما جابش ربع المستوى اللي كان معاهم في الزمالك فيه. ولو جينا شفنا إمام عاشور دلوقتي، إمام عاشور هداف الدوري. إمام عاشور مساهم في كام جون. إمام عاشور كل أرقامه وغير أرقامه يا جماعة. إحنا لو اتفرجنا على إمام عاشور بس في الملعب، أنت بص عليه، على تحركاته وعلى أهدافه وعلى اللي بيعمله. فهم الزملكاويه زي ما بنقول كده بيصبروا نفسهم بايه، بالجمله دي: ده امام عاشور ما جابش ربع مستوى. ونتكلم شويه بعد كمان مع بعض في ايه، في ماتش الزمالك الاخير. ماتش الزمالك الاخير كانت اكتر حاجه بارزه فيه حوار الانذارات الكتير. والانذارات الكتير دي هل هي مقصوده من اللعيبه، ولا الحكم هو اللي كان فرط معاه شويه؟ لان احنا عارفين التحكيم عندنا بعافيه شويه شويتين كمان على التحكيم. ولا اللعيبه بتأمن نفسها عشان خاطر ماتش الاهلي؟ دي حاجه كانت بارزه قوي، بعيدا عن ان الماتش اصلا يعني كان ممل، ما كانش فيه كوره خالص، فما فيهوش كلام فني عن الكوره ولا في اي حاجه. وكان بالنسبه للزملكاويه يعني اهم حاجه الثلاث نقط. وبرضك نيجي نتكلم على ماتش الاهلي. الاهلي، لا، الاهلي الماتش الاخير غزل المحله عمل ماتش حلو قدام. عشان ندي كل واحد حقه، المحله عملت ماتش حلو. بس الاهلي اللي اداها فرصه نص الملعب عندنا يا جماعه: عمرو السوليه وقفشه مروان كان محطوط عليه. يعني مروان الوحيد اللي بيدافع، مروان اللي بيقطع لك الكوره. يعني انت من غير مروان في الماتش ده كمان تزعل. عمرو السولية يا جماعه برضو يعني السن ليه احكامه، ما بقاش فيه بدني زي الاول. وقفشه احنا عارفين كلنا مش بتاع بدني. قفشه ملوش في البدني، ملوش ان هو يروح ويجي ويقطع كوره اما السولية لا، انا شايف برضك يعني من وجهه نظري، وعايز برضك رايكم في موضوع الثلاثه بتوع نص الملعب. مين الافضل بالنسبه ليك؟ يعني الساعي واحمد رضا ومروان عطيه مثلا، ولا قفشه والسوليه مروان وقفشه ورضا، كوكا ومروان والساعي؟ كل واحد برضك له وجهه نظر. بس انا شايف من وجهه نظري انا ان الافضل حاليا الساعي ورضا ومروان، من وجهه نظري. ونديهم فرصه، يعني المدرب يديهم فرصه يشوفهم. عمر الساعي احنا جايبينه يا جماعه من الاسماعيلي، نجم الاسماعيلي، كان نجم. واحمد رضا احنا لسه جايبينه برضك، ما يعني لعيب وملوش حل. فاحنا عاوزين نشوف ده، ويا ريت